السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي إن شاء الله تكونوا بخير. ده كده الفصل الأخير اللي هو يعتبر الفصل الرابع. زي ما اتفقنا الفصل الثالث هو والخامس هيبقوا ترم تاني. الفصل ده في ترتيب المنهج رقم 4 بيتكلم عن المواقع السائلة المتحركة، المواقع السائلة المتحركة. فطبعا كان فصل صغير جدا، كان بيتكلم عن صفتين أساسيتين، صفة السريان وصفة اللزوجة. هنتكلم عن ايه النهارده؟ عندنا شويه اسئله. سؤال رقم 2، انبوبه مياه قطرها 2.5 سم، ده كده القطر بتاعها، يبقى انا هعرف اجيب منه نص القطر 1.25 عشان ده القطر كله فاقسمه على 2. استخدمت لصب ماء او كميه من الماء كتلتها 11 كيلو جرام، دي كتله الميه اللي اتكبت. الميه دي اتكبت في اناء يعني في حله، في حاجه كبيره. فإذا لزم وقت قدره 10 ثواني لإتمام العملية، يبقى التايم أو الزمن 10 ثواني، فإن سرعة خروج الماء من الأنبوبة يساوي نقط. عايز السرعة اللي خرج بيها الماء من الأنبوبة. طيب أفكر إزاي؟ مبدئيا أنت معاك نص القطر ومعاك الكتلة ومعاك الزمن ومعاك الكثافة مديها لك هنا. طيب المعطيات دي مش تخليك تعرف تجيب معدل السريان الكتلي؟ بص كده، معدل السريان الكتلي كان اسمه كيو ام، وكان بيتجاب بمقدار تغير الكتلة بالنسبة للزمن. انا بقول لك احنا هنصب 11 كيلو مية ووقع في 10 ثواني. انا ما جبتش الكلام ده من بيتنا. 11 كيلو مية في 10 ثواني، شايف المعطيين؟ فطبعا ده قانون سليم لحساب المعدل الكتلي، يبقى انا اقدر احل من هنا. 11 على 10 هيديك 1.1 كيلو جرام لكل طبعا ثانية. دي كده وحدة القياس بتاعة المعدل الحجمي. هستفيد ايه لما احسب المعدل الحجمي؟ في قانون تاني بقى للمعدل الحجمي، مهمة المسألة دي. كان بيقول ان المعدل الحجمي بيساوي الكثافة في المساحة في السرعة بتاعة المدخل او المخرج. انا جبت المعدل الحجمي، كثافة السائل موجودة، نص القطر موجود، يعني هعرف اجيب المساحة، وهو عايز السرعة. طب ما تحسب السرعة. مش هو بيقول لك احسب لي سرعة خروج المية؟ السرعة هتساوي ايه؟ بالقانون المعدل الحجمي على الكثافة في المساحة، هقسم على دول الاثنين الناحية التانية. بدل ما تسيبها مساحة هتفكها باي ار سكوير. طول ما انت بتدرس عملية السريان اي مساحة بتبقى مساحة دائرية، عشان الانابيب بيكون شكلها اسطواني، فالمساحة مساحة دايرة. كل ده معاك بقى. معدل السريان الكتلي ب1.1، كثافة المية موجودة عندك في المسألة ب1000، كاتبها لك في الآخر خالص أهو. والباي 22/7 ونص القطر. خلي بالك بقى 1.25 هتتضرب في 10 سالب 2 لأنها بالسنتي. 1.25 في 10 سالب 2 ده كله كده في المقام. خلي بالك بقى إن كل القيمة دي هتتربع. مستر انت عملت كده ليه؟ القطر كان ب2.5، نص القطر ب1.25 بس بالسنتي، فلسه هنحوله متر، فطبعا بيتحول متر بالضرب في 10 أس سالب 2. تمسك آلة تحسب بقى الحسبة كاملة على بعضها، هتلاقي النتيجة بتاعتك طالعه لك 2.24. امسك آلة واحسبها كده وانت قاعد تأكد منها، تطلع 2.24. الحل بتاعها كامل اهو. أول حاجة احنا جبنا نص القطر وضربناه في 10 سالب 2 عشان من سنتيمتر لمتر، ثم كان معانا الكتلة والزمن، دي كلها كده معطيات. حسبنا المعدل الكتلي من القانون الأساسي بتاعه الأول فطلع 1.1. رحنا جبنا القانون الثاني، كان في قانونين للمعدلات على فكرة، المعدل الكتلي أو المعدل الحجمي، كل واحد فيهم ليه قانونين، فعوضنا فيه بالشكل اللي أنا عملته لك من شوية، تطلع النتيجة أهي. سؤال رقم 4، في السريان المستقر، مستقر يعني هادئ، نفس المعنى، وساعات بيسمى السريان الطبقي، تكون نسبة عدد خطوط الانسياب في المقطع الواسع التي ينساب فيه السائل إلى عدد خطوط الانسياب في المقطع الضيق. طبعا ده سؤال ما يتسألش، الجملة دي ما فيهاش هزار. في أي عملية سريان عدد خطوط الانسياب يظل ثابت. اي عملية سريان بتحصل العدد ثابت، العدد مش الزحمة. لو كان في 50 خط هنا هيروحوا 50 خط،
يقربوا بقى ولا يبعدوا، يبقوا زحمه ولا بعيد عن بعض حسب المساحه. انما كعدد ثابت، بص بيقول لك ايه؟ عدد الخطوط، العدد ثابت. فلما هتعمل نسبه وتناسب طبعا هتساوي الواحد الصحيح من غير اي اضافات او معلومات، دي مش مساله رياضه. العدد بيظل ايه يا ابني؟ ما تنساش ثابت. السؤال رقم 6. النسبه بين معدل السريان الكتلي ومعدل السريان الحجمي للسائل تساوي ايه؟ اعمل كده النسبه والتناسب دي. هو مش المعدل الكتلي بيساوي الكثافه في المعدل الحجمي؟ ده القانون مشهور معروف. طيب لو قسمنا المعدل الحجمي هنا هيمشي من هنا. اقرا دي بالعربي. النسبة بين معدل السريان الكتلي إلى معدل السريان الحجمي تساوي نقط، تساوي كثافة السائل اهو. لو قسمت المعدل الكتلي على المعدل الحجمي يديك كثافة السائل ولا فيها أي عبقرية. يبقى النسبة دي تمثل كثافة السائل. سؤال رقم 8. يتم حقن مريض بإبرة نص قطرها 3/10، ده نص قطر المدخل بتاع الإبرة أو المخرج بتاع الإبرة. فإذا كان معدل تدفق الدواء خلالها 5/10. أنا جايب المثال ده عشان الجملة دي. معدل التدفق بتاع بقى الدواء بتاع المية ده كيو في ولا كيو ام؟ ما هم الاتنين معدلات، وهو بيصيع عليا ما قاليش هي دي الكتلي ولا الحجمي. ده كده يبقى المعدل الكتلي ولا الحجمي؟ ده المعدل الحجمي مش الكتلي. بتعرف مننا مستر؟ الأذكياء ردوا من الوحدة. لما تقاس الوحدة بسنتيمتر مكعب كل ثانية ده حجم، سنتيمتر مكعب أو متر مكعب. طب دي يا مستر سنتيمتر مكعب هل هي سليمة؟ لأ، دي هتتحول بالضرب في 10⁻6 عشان تبقى متر مكعب كل ثانية. طب هو نص القطر ده سليم؟ لأ، ده بالملي فهيتحول ب10⁻3. يبقى انت كده معاك هنا المعدل الحجمي. لو كان ده المعدل الكتلي كان هيكتب كيلوجرام لكل ثانية أو جرام لكل ثانية، كتلة مش حجم. فإن سرعته لحظة الخروج من الإبرة كام؟ عايز الفي أو سرعة الخروج من الإبرة. بص يا باشا، انت معاك معدل تدفق اهو، اللي هو معدل تدفق يعني معدل سريان. بص على الإجابة كده، ادي اهو نص القطر معاك واتضرب في -3 عشان كان بالملي، والمعدل الحجمي معاك واتضرب في -6 عشان دي كانت سنتيمتر مكعب، فحولناها الى متر مكعب ب10⁻6. وبعدين انا بعلق لك على الاجابه عشان تعرف انا جاوبتها منين. المعدل الحجمي المفروض حاصل ضرب المساحه في السرعه، اي في على طول. المساحه مش معايا بس فكيتها باي ار سكوير معروفه، فاصبح الشكل كده. انت بتدور على الفي على السرعه. طيب الفي تتجاب ازاي؟ يبقى كيو في ده وهتقسم على باي ار سكوير. طب انت عايز سرعه ايه؟ سرعه خروج الدواء او الدواء يعني بتاعك ده من المخرج. طب الكيو في انت لسه جايبها حالا. طب الباي بتعوض عنها رياضه. طب نص القطر ما هو اداهولك في المساله. يبقى هو الحل سهل بس في مشكلتين. اولا التحويلات عشان في عيال بتعرفش تحول كويس. ثانيا انك تعرف ان ده هو معدل التدفق. مستر يعني بعد كده كل ما يقول لي معدل التدفق اعمل كده؟ لا، معدل التدفق قد يكون كتلي او حجمي حسب الوحده. لو لقيت حاجه مقاسه بالكيلوجرام لكل ثانيه ده كده معدل سريان كتلي. لو لقيت حاجه بالمتر المكعب لكل ثانيه ده كده معدل سريان حجمي. انت هتعرف من الوحده، انما الاثنين ينفع يسموا معدل التدفق، فما تستغربش او ما تتلخبطش. سؤال سهل ما فيش قصه كبيره. مهم السؤال ده. ينساب الماء انسيابا مستقرا عبر مقطع واسع بسرعه 1.2، يبقى دي السرعه في المقطع الواسع. وعندما وصل الى مقطع ضيق اصبحت سرعته 6 متر كل ثانيه، يبقى دي سرعته في المقطع الضيق. فان النسبه بين قطر المقطع الواسع للانبوبه وقطر المقطع الضيق كام؟ ركز بقى عشان الفكره دي حلوه. بص يا ابني، هنجيبه كده بس الصفحه شويه عشان نعرف نشوف احنا هنعمل ايه. المثال اللي قدامك الراجل بيقول لك احنا عندنا مدخل ومخرج بس، وطالما هو مدخل ومخرج بس يبقى حاصل ضرب اي في بيساوي حاصل ضرب اي في. لو سمينا ده 1 واعتبرناه المقطع الواسع هنسمي ده 2 ونعتبره المقطع الضيق، وينفع تعكس انت حر. لو مشينا كده
لو فكينا المساحة يبقى هنا باي R1 سكوير في V1، وهنا باي R2 سكوير V2. وما تنساش بقى ان 1 الواسع و2 الضيق. هتطير الباي مع الباي، وقال لك هات لي النسبة بين قطر المقطع الواسع والضيق. النسبة بين الواسع والضيق، يعني الواسع في البسط والضيق في المقام. طيب ما هو ده الواسع، يبقى مربع نص القطر الواسع هتقسم عليه مربع نص القطر الضيق، مقدم على مقدم تالي على تالي. يبقى الناحية التانية سرعة المقطع الضيق اللي هو 2 على سرعة المقطع الواسع اللي هو 1، وانت معاك السرعتين بس. خلاص حل بقى. يبقى مربع نص القطر الضيق على مربع نص القطر او الواسع على الضيق، ترتيب كلامه، بيساوي سرعة المقطع الضيق اللي هي 6 وعليها تربيع، مقسومة على سرعة المقطع الواسع اللي هي 1.2 وعليها تربيع. صح كده؟ هل الكلام ده سليم ولا مش سليم؟ الكلام طبعا سليم. الفي هنا مفيش عليها سرعات، الفي مفيش عليها سرعات، السرعات على نص القطر بس. فانا عشان اتخلص بقى من التربيع اللي على نص القطر هاخد الجذر التربيعي للطرفين. فطبعا الجذر يروح هنا وهنا، فيبقى نص القطر الواسع الى نص القطر الضيق، الجذر التربيعي ل6 على 1.2 هتطلع جذر 5 على 1. اعمل آلة او اختصرها، 6 و1.2 يتبقى هنا 1 وهنا 5، فيبقى طبعا جذر 5 على 1 لان جذر الواحد بواحد، فتطلع النتيجة اهي. مهم السؤال وطريقة العمل مهمة، وما تكتفيش بالفرجة بس على أسئلة، لازم في البيت تمسك قلم وتحل بنفسك. واحنا طبعا حسبنا الحسبة كاملة اهي. سؤال رقم 13، يسري غاز بسلاسة، يعني انسياب هادئ أو سريان هادئ، عبر أنبوبة تقل مساحة المقطع من 75,000 إلى 25,000. يبقى كده كان معاك المساحة الأولى والمساحة الثانية. ما هو قال لك تقل من إلى، دي الكبيرة ودي الصغيرة. يدخل الغاز الأنبوب، يدخل بسرعة 2، يبقى دي السرعة عند المدخل. وكانت كثافة الغاز عند المدخل 1.4، يبقى دي الكثافة عند المدخل. فما نسبة كثافة الغاز عندما يدخل إلى كثافته عندما يخرج؟ هات لي النسبة بين الكثافة عند المدخل إلى الكثافة عند المخرج. سؤال مهم، إجابته طويلة قوي لسه هنشوفها. وبعدين كمان ما مقدار الزيادة في كثافة الغاز، يعني عايز دلتا رو. عشان تعرف تعمل كده محتاج يكون معاك كثافتين، كثافة المدخل والمخرج. طب كثافة المدخل جاهزة اهي موجودة، يبقى انا ازمتي عند كثافة المخرج اجيبها ازاي؟ تعال نفكر بهدوء واحدة واحدة. بص انت معاك ايه لحد دلوقتي؟ معاك للمدخل، انا مش عايز بس ابعد عنك المعطيات، معاك مساحة المدخل وسرعة السائل عند المدخل وكثافة السائل عند المدخل. طب ما تيجي بالثلاث معطيات دول نجيب المعدل الحجمي او الكتلي للمدخل. ايه اللي انا عملته ده؟ المعدل الكتلي للمدخل يبقى كيو ام بتاع المدخل اللي هو هيتجاب رو اي في. الثلاثة معاك جاهزين. كثافة السائل كانت موجودة اهي 1.4، يبقى أول حاجة معاك الكثافة 1.4. مساحة المقطع موجودة هنا كانت 2 سنتيمتر مربع ولا متر مربع؟ 2. دي فين المساحة؟ دي السرعة. المساحة اهي 75,000 والسرعة هي الاتنين. هضرب الثلاثة في بعض اهم، مساحة في سرعة 75,000. ضربنا المساحة في السرعة في الكثافة عشان نعرف نجيب المعدل الكتلي. هيطلع نتيجته 889,000. النتيجة هنا قيمتها 189,000 كيلو جرام لكل ثانية. مستر ايه اللي انت جبته ده؟ معدل الدخول، معدل السريان الكتلي بتاع المدخل. ولو انت بقى مذاكر شوية، معدل الكتلي للمدخل جدع بيساوي المعدل الكتلي للمخرج لان السريان هادئ. يبقى انا اقدر اطبق نفس الرقم للمخرج لان المعدلات بتكون ثابته. طيب لو جيت على المخرج بقى، معدل السريان الكتلي بتاع المخرج مش ده بيساوي كثافه في مساحه في سرعه المخرج؟ طب بلغه تانية،
مش بيساوي الكثافة في معدل السريان الحجمي؟ بص بقى عشان ما انتهش، بص يا ابني الحل جه منين؟ احنا معانا كل دي معطيات. اول حاجة هنحسب المعدل الكتلي بتاع المدخل، لسه حاسبينه قدامك، هيطلع كده. هعمل بيه ايه بقى؟ بص يا باشا، معدل الانسياب اذا كان كتلي او حجمي بيبقى ثابت، فهنطبق في القانون بس للمخرج. ازاي؟ انت عايز الرو، فهيبقى كيو ام على اي في. كل المعلومات دي معاك في المعطيات، موجوده هنا عندك في المعطيات كلها. معاك المساحه بتاعه المخرج، ومعاك السرعه بتاعه المخرج، الاثنين معاك. وكده كده المعدل الكتلي انت اللي لسه حاسبه من شويه يا مستر، بس ده كان المعدل الكتلي بتاع المدخل، ما هو المدخل قد المخرج. كده انا هعرف اجيب لك الكثافه الثانيه. يبقى كده انا معايا كثافتين، كثافه المدخل وكثافه المخرج. هو عايز النسبه اللي بينهم، يبقى هقسم كثافه المدخل على كثافه المخرج، والرقمين معايا كده كده اهي مقسومه قدامك اهي. الرقم ده كان في المعطيات وده انا اللي لسه واصل له، بس خلاص دي النسبه. في مطلوب تاني، عايز معدل الزياده في الكثافه، اطرح الكبير من الصغير. عايزين معدل الزياده في الكثافه، فهنطرح طبعا كثافه المخرج من كثافه المدخل، الكبير من الصغير، تطلع النتيجه اهي. يبقى السؤال مش صعب بس طويل. عشان تجيب النسبه او الفرق بينهم او الزياده بينهم لازم يكون معاك الكثافتين. كثافه المدخل كانت اصلا معطى، فانا كان كل مشكلتي ان انا اعرف اجيب كثافه المخرج. بمجرد ما هتوصل لها الحل بقى في الكنافه خلاص. مثال طويل بس اجابته مش صعبه. سؤال رقم 14، يسري ماء سريانا او انسيابا بانسيابيه، يعني بسريان هادئ مش مضطرب، عبر انبوب يتغير سمكه على امتداد طوله. يتغير السمك يعني الانبوب مش كله بنفس السمك او مش بنفس المساحه. يدخل الماء الانبوب من عند نقطه، مساحه المقطع عندها اهي. يبقى دي المساحه عند المدخل هنسميها A1، ويخرج من عند نقطه، مساحه المخرج اهي، يبقى دي هنسميها A2. تزيد سرعه الماء بمقدار 2.5 متر كل ثانيه. عبقري فوق ده، تقريبا اهم مثال النهارده، اهم سؤال. تزيد سرعه الماء بالحبه دول، دي السرعه بتاعت المدخل ولا المخرج؟ ها، مدخل ولا مخرج؟ ولا ده ولا ده. ده معدل الزيادة في السرعة، تزيد بالمقدار ده. يعني هي كانت رقم وزادت بقت رقم. الزيادة الزيادة مقدارها كده، شبه ما اقول لك انا كان معايا 2 جنيه بقوا 5 جنيه. مقدار الزيادة في فلوسي كام؟ 3 جنيه. انا مديك مقدار الزيادة بتاعت السرعة. دي مش ولا السرعة في الأول ولا في الآخر، دي الزيادة اللي حصلت، حبة الزيادة كانوا قد كده. بين لحظة الدخول والخروج، يعني من أول ما دخلنا لحد ما خرجنا كان ده معدل الزيادة. مهم أوي السؤال ده. فما السرعة التي يخرج بها السائل من الأنبوب؟ يعني احسب لنا السرعة بتاعة المخرج. طيب دي بقى محتاجة ورقة فاضية نفكر فيها واحدة واحدة. بص يا باشا، حضرتك عندك معلومات، تعال ننقلها واحدة واحدة. أنت عندك كام مدخل ومخرج؟ هو مدخل واحد ومخرج واحد. معانا المساحة عند المدخل ومعانا المساحة عند المخرج. ركز يا ابني، بكام هم هننقلهم؟ مساحة المدخل 1.24 في 10 سالب 5 اهي متر مربع سليما. ومساحة المخرج 6.35 في 10 سالب 6 6.35 في 10 سالب 6. السرعات بقى، الأزمة كلها في السرعة. مش هو بيقول لك مقدار الزيادة قيمة في السرعة قيمته 2.5؟ تعالى لي هنا كده، هو أنهي رقم من دول أكبر؟ ده ولا ده؟ يا مستر ده أكبر ده. لا يا حبيبي، ده الأكبر. دي المساحة الأكبر ودي المساحة الأقل. يا مستر وحد الله، بص على الأس يهبل. دي واحدة أس سالب 5 وواحدة أس سالب 6. الأس السالب كل ما رقمه يكبر قيمته تقل. دي المساحة الكبيرة ودي المساحة الصغيرة. واحنا عارفين ان المساحة الكبيرة بيبقى معاها السرعة القليلة. فلو سمينا سرعة السائل عند المدخل سميناها مثلا V، خلاص؟ يبقى السرعة عند المخرج V زائد 2.5.
ليه؟ يا حبيب قلبي يا غالي، الراجل بيقول لك دي الزيادة اللي حصلت في السرعة. يبقى السرعة الأخيرة بتساوي السرعة القديمة وعليها الحبة بتوع الزيادة. كان معايا 2 جنيه، اتغنيت بقيمة 3 جنيه، وأنا كان معايا 2 وكسبت 3 جنيه، يبقى بقى معايا كام؟ 5. يبقى لو السرعة القديمة كان اسمها في، دي الصغيرة، يبقى السرعة النهائية في وعليها الزيادة. بوظت حاجة؟ لا. وبعدين مش احنا عارفين ان معدل السريان الحجمي للمدخل بيساوي معدل السريان الحجمي للمخرج؟ يعني حاصل ضرب اي في للمدخل بيساوي حاصل ضرب اي في للمخرج. يعني خارج قسمة في المدخل على المخرج، بص كويس، بيساوي مساحة المخرج على المدخل في 1 على في 2، 2 على اي 1. صح الكلام؟ تمام. تعال نكمل هنا. بص بقى، طيب في 1 مش معايا بس اسمها في، سميناها في احنا، بص في المعطيات اهو. في 2 مش معانا بس سميناها في زائد 2.5 لانها ازيد ب2.5. مساحة المقطع الثانية 35 في 10 سالب 6. مساحة المقطع الأولى 24 في 10 سالب 5. تعرف تجيب الفي بكام؟ أنا خلصت الفيزياء، اللي جاي رياضة، هتعمل مقسطة يا باشا. هنضرب ده في ده ونضرب دول في بعض. طيب تعالى أوريها لك بقى عشان دي رياضة طويلة شوية. هنوصل لحد هنا، بص هكبرها لك أهو. لحد هنا اللي أنا كنت لسه عامله قدامك دي الفيزياء. هنقوم عاملين مقصات بقى. اولا اختصرنا دول على بعض، قسمناهم على الاله على بعض، طلعوا كده 127 على 248. امسك اله واحسبها. قسمنا ده على ده على الاله عشان نسهل الشكل شويه. ثم هنعمل مقص، يبقى ده في ده بيساوي حاصل ضرب ده في دول. يبقى في 248 اهي، في 127 اهي، الرقم في 127 ما هو ده عامل مشترك في جمع هنا، يطلع 317 ونص. امسك عليها واحسبها. هنجمع الفي في طرف واحد عشان نعرف نجيب قيمتها، فيبقى 248 ناقص 127. لو طرحتهم من بعض 121 بيساوي القيمة دي. هتقسم على 121 هتطلع السرعة 62%. بس خلي بالك دي مين يا باشا؟ دي السرعة عند المدخل، والراجل طالب السرعة النهائية اللي هي عند مين؟ المخرج. هتعمل ايه بقى؟ السرعة دي هتقوم جامع عليها 2.5 اللي هو مقدار الزيادة. ما هو السرعة اللي هي في دي سرعة المدخل، المخرج زايد 2.5، فبعد ما نحسبها نجمع 2.5 تطلع 5.12%. دي الإجابة النهائية السليمة. أهم سؤال تقريبا من حيث الذكاء في منطقة السريان كلها. محترم، سؤال امتحانات مرشح بقوة. أنا حذرت. سؤال رقم 16: يتحول السريان الغاز من الهادئ إلى المضطرب إمتى؟ إمتى يتحول من الهادئ للمضطرب؟ هو سؤال صح ولا غلط؟ فبيقول لك هل عندما ينتقل من ضغط عالي إلى ضغط منخفض؟ يعني هل لو السائل انتقل من ضغط عالي إلى ضغط منخفض يبقى السريان كان هادئ وبقى مضطرب؟ دي إجابة سليمة، وأنا عايزك تركز معايا شوية في الحتة دي. بص يا ابني، لو عندك سائل انتقل من مساحة أقل وراح على مساحة أكبر هيتحول السريان من هادئ لمضطرب. لو سائل انتقل من حتة ضيقة لحتة واسعة بيتحول من سريان هادئ لسريان مضطرب. طيب الحتة الضيقة دي طالما المساحة أصغر يبقى أكيد الجزيئات جواها تعاني من ضغط أكبر، مش مضغوطة في حتة ضيقة. أما لما يروح مساحة أكبر يبقى الدنيا براح، فالضغط اللي هيقع على السائل هيبقى ضغط إيه؟ أقل. بص هو قال لك ايه؟ عندما ينتقل من ضغط عالي الى ضغط منخفض، يعني كأنه بيقول لك عندما ينتقل من مساحة اقل لمساحة اكبر. وطبعا ده كان فعلا الشرط اللي بيحول السريان من هادئ لمضطرب. شبه ما تلاقي خرطوم المية ماشية فيه جوه سريان هادئ، اول ما تتكب بقى تقع في الشارع وهي رايحة في السكة كده بيتحول السريان لمضطرب. شبه لما طبعا من دون يعني ما اقصد حاجة، بس التمثيل شبيه بالسيجارة، الدخان اللي خارج من اولها بيبقى خارج منتظم، يعني سريان هادئ، اول ما يبعد شويه يضطرب لانه خارج من مساحه فتحه السيجاره على
الهواء كله. فأي سائل ينتقل من منطقة ضيقة إلى منطقة واسعة، يعني من ضغط عالي لضغط منخفض، يتحول سريانه من هادئ إلى مضطرب. الشكل المقابل يوضح العلاقة بين سرعة سريان سائل ومقلوب المساحة 1 على إيه. فبيسألك أنهي جملة من دول تمشي مع معنى الرسمة. مهم جدا السؤال ده، فكرته حلوة قوي. السائل أهو أو الرسمة أهي، وتعالى نفكر واحدة واحدة. أظن 100 مرة قبل كده خلاص شربناها، قلنا الميل بيساوي ظل الزاوية المحصورة مع الأفق، عملتها لك في فصل الضوء 100 مرة. طيب هو أصلا الميل بتاع الرسمة اللي مرسومة مش بيساوي الصادي على السيني؟ الصادي أهو والسين أهو، قسمتهم على بعض، مقام المقام بيطلع بسط، يعني دي كأنها في A أو A في V، يعني كأنها المعدل الحجمي. يعني الرسمة اللي قدامك الميل بتاعها بيساوي المعدل الحجمي. طيب والميل هو ظل الزاوية. عندك رسمة أو سائل كان اسمه إكس وسائل اسمه واي. لو جبت ظل الزاوية للسائل إكس، الزاوية المحصورة مع الأفقي 60 ما بين السائل أو الرسمة والأفق أهو. طيب ظل زاوية 60 كام؟ هيطلع بالظبط ظل زاوية 60 فين احنا؟ مش مرسومة هنا الإجابة. ظل زاوية 60 أنا فاكر كان تقريبا 1.72 حاجة كده. ده كده هيبقى ظل الزاوية بتاعة المحور إكس أو بتاعة الرسمة إكس. طب بالنسبة للرسمة واي، لو عايزين نجيب الميل هيبقى تان واي. طيب يعني تان زاوية واي اللي هي ب30 بس اهي، دي زاوية واي اهي. تان ال30 برضو لو أنا فاكر صح، مش فاكر قوي، تقريبا 53 من 100 58 من 100 حاجة في الرينج ده. طيب ده معناها ايه؟ يعني كده معدل السريان الحجمي، ما هو الميل هو معدل السريان، المعدل الحجمي بتاع السائل اكس هو ده، والمعدل الحجمي بتاع السائل واي هو ده. ارجوك احسبهم على الآلة بالظبط، لان انا ممكن اكون متلخبط في الارقام، يعني حاجة صغيرة. لو حسبتهم هيطلعوا كده او قرب كده قوي يعني. هتلاحظ بقى ايه؟ ان الرقم اللي هنا لو اتضرب في 3 هيديك اللي فوق. يعني هيبقى المعدل الحجمي للسائل اكس ده 3 امثال بتاع واي. بس للاسف الاجابه دي مش مكتوبه في الاربع اختيارات اللي مكتوبين. طب ما هو لو المعدل الحجمي الاكس بيساوي 3 امثال معدل حجم الواي، يبقى سرعه السائل عند اكس بتساوي 3 امثال سرعه السائل عند واي. ودي بقى اللي هتلاقيها في الاختيارات. بص كده هو كاتب ايه الاختيارات، سيب الرسمه بقى دلوقتي، بص الاختيارات اهي. بيقول لك السؤال اللي هو بالرسمه، هل بقول لي معلومه من دول تكون سليمه، هل معدل السريان الحجم هيبقى متساوي؟ طبعا ما طلعوش قد بعض. هل المعدل الكتلي هيكون متساوي؟ ما هو طالما المعدل الحجم مش متساوي هيبقى الكتلي كمان مش متساوي. هو المفروض المعلومه اللي احنا وصلنا لها ان المعدل الحجمي الاكس 3 امثال بتاع واي، بس ما لقيناهاش بالشكل ده. سرعه اكس 3 امثال سرعه واي، صح؟ لان طالما المعدل الحجمي 3 امثال المعدل الحجمي تبقى السرعه 3 امثال السرعه. هنا في اختيار رابع، هل المعدل بتاع واي ضعف اكس؟ لا هو مش ضعف يعني 2، هو طلع 3 امثال. فيبقى دي الاختيار السليم، وده سؤال مهم. دي اجابه جايه هنا مكانها مش صحيح. 3 صنابير، مهم جدا السؤال. 3 حنفيات، لو الاول هيملى الحوض هيملاه خلال ساعه، لو الثاني هيملى نفس الحوض هيملاه في نص ساعه، لو الثالث هيملى الحوض هيملاه في ربع ساعه. هات لي الزمن اللي يملى الحوض لو فتحنا الثلاثه مع بعض. سؤال ذكاء حلو. في حوض، نفس الحوض، في 3 حنفيات فوقيه. الحنفيه الاولى بس لو فتحناها في ساعه تملى الحوض. طب لو فتحنا الثانيه بس في نص ساعه تملى الحوض. طب لو فتحنا الثالثه بس في ربع ساعه تملى الحوض. طب لو فتحنا الثلاثه مره واحده يملى الحوض في قد ايه؟ تعال نفكر شويه، الوصول ليها مش صعب بالدرجه اللي في دماغك. بص يا باشا، مش حضرتك عارف ان معدل السريان الحجمي بيساوي مجموع المعدلات الحجميه للمدخل والمخرج؟ بص يا باشا، يبقى الحوض هو نفس الحوض، احنا هنملاه عن طريق 3 حنفيات. يبقى المعدل الحجمي اللي هيسقط من ال3 حنفيات على بعض هيملى نفس الحوض. طب المعدل الحجمي ده بيتجاب ازاي؟
بيتجاب بمقدار التغير في الحجم مقسوم على الزمن. يبقى ده كده الحوض كامل، يبقى ده زمن ملء الحوض كامل. طيب ودي الحنفية الأولى الثانية الثالثة، يبقى هنا مقدار تغير الحجم مقسوم على زمن الحنفية الأولى، ودلتا فوليوم على دلتا تي للحنفية الثانية، وكمان دلتا فوليوم على دلتا تي للحنفية الثالثة. هل حضرتك واخد بالك ان الثلاث حنفيات بيملوا نفس الحوض هو؟ يعني حجم الحوض اللي بيتملى ثابت، يبقى كده معناها ان الحجم كله هيروح، فيتبقى ايه؟ 1 على الزمن الكلي للملء، وبيساوي 1 على زمن الحنفية الأولى، 1 على زمن الحنفية الثانية، 1 على زمن الحنفية الثالثة. طب ما هو الحنفية الأولى هتتملى في ساعة أو تملى في ساعة، والحنفية الثانية في نص ساعة، والحنفية الثالثة قال لك في كام؟ في ربع ساعة تقريبا، مش فاكر حاجة كده. احسب الحسبة دي واقلب النتيجة، لأن أنت اللي بتحسبه هنا ده مقلوب الزمن. فلو حسبت الحسبة وقلبت النتيجة هيطلع الزمن اللازم لملء الصنبور 7 ساعة. أنا على فكرة ما حولتش الزمن، أنا سبت الزمن بالساعة. بص عشان تبقى حساباتها سهلة، هي كده 7 ساعة. لو أنت بقى عايز تحولها ثواني أو دقايق، اضربها في 60 تبقى دقايق، في كمان 60 تبقى ثواني لو عايز. الحل كامل موجود هنا اهو. المعدل الحجم بتاع الحوض كله بيساوي الثلاث معدلات بتوع الثلاث حنفيات، ثم فكينا القانون. بص بقى، فبقى الشكل كده. ليه؟ هو كان كده اصلا، طيرنا الحجم كله مع بعض، لان كل الحنفيات بتملى نفس الحوض، فحجم الحوض ثابت. فبقى الشكل كده، عوضنا يطلع 7. بس ده 1 على الزمن، فلو قلبته عشان تجيب الزمن هيبقى 7، فيبقى كده تستغرق 7 ساعة. سؤال مشهور جدا مهم، حالة مهمة. السؤال رقم 2: أسقطت 4 كرات متماثلة من الصلب. يعني جبنا 4 كور نفس الحجم من مادة صلبة من نفس الارتفاع، وأسقطناهم كمان من نفس الارتفاع في 4 مخابير. المخبار اللي هي الكوباية، في كل منها سائل مختلف. يبقى أنت عندك 4 كوبايات، كل كوباية فيها سائل غير التاني. أسقطنا في كل كوباية جسم صلب نفس الحجم، نفس الكتلة، من نفس المادة، نفس الارتفاع، يعني هم كلهم وقعوا مع بعض كده. طيب، وتم تسجيل زمن وصول الكرة إلى قاع المخبار في كل حالة، فكانت كالتالي. الجدول اهو بيسألك ال4 مخابير هم. المخبار الأول، الكرة عشان تنزل المفروض لو ده المخبار والسائل بيبدأ من هنا مثلا، فالكرة بتيجي الأول تلمس السائل، الكرة الصلبة دي، ثم توصل لحد القاع. فهو حاسب لك هنا زمن الوصول من السطح للقاع في كل مخبار. في المخبار الأول خدنا 2/10 ثانية، في الثاني 3/10، في الثالث 6/10، في الرابع خدنا ثانية. فبيسألك بقى أي المخابير يحتوي على أي مخبار فيهم يعني يحتوي على سائل لزوجته أعلى. هي اللزوجة الأعلى هتخلي السائل يتحرك بسرعة أقل، لأن كل ما السائل هيكلكع حركة الجسم فيه بتبقى صعبة. مش اللي اتفقنا إن اللزوجة هي مقاومة السائل أو طبقات السائل لتحريك أي جسم فيه. يبقى الطبيعي اللي هيمشي أبطأ في السائل ده هيبقى لزوجته أعلى. طب ولو هيمشي بالراحة هياخد زمن كبير. يبقى أكبر مخبار هيحتاج زمن عشان نوصل للقاع بتاعه، ده اللي عنده أكبر لزوجة. ليه بقى؟ لأن طالما ده زمن كبير، ده معناها إن السائل كان لزج، فخلى الكرة الصلبة تتحرك بسرعة مالها صغيرة، وده بيدل على لزوجة السائل. يبقى دايما السائل اللي لزوجته أعلى هيبقى سرعة الجسم فيه أبطأ، فهيوصل في زمن أكبر، لأن السرعة بطيئة فهياخد زمن. عشان كده احنا اخترنا المخبار رقم 4، وتفسير الإجابة موجود عندك في الفايل. السؤال الثالث: تؤثر، دي مسألة بقى، تؤثر قوة ممسية. تعال نكبرها شوية عشان نعرف الإجابة جت ازاي. تؤثر قوة ممسية، طبعا مماس يعني ماشية مع نفس اتجاه الطبقة، على لوح من البلاستيك مساحته 240 سنتيمتر مربع. دي كده المساحة بتاعتك، بس هتحتاج تتضرب في 10⁻4 عشان نحولها من سنتيمتر مربع إلى متر مربع. لينزلق بسرعة 4/10 متر كل ثانية، دي الفي أو السرعة، على لوح آخر ساكن
وبينهما طبقة من السائل. يبقى انت عندك طبقة بلاستيك بتتحرك على طبقة ساكنة في سائل بينهم، فطبعا كده هيحصل احتكاك او لزوجة. فبيقول لك طبقة السائل دي مقدارها 5 ملم. 5 ملم ده سمك السائل. سمك السائل ده كنا بنمثله في القانون دي، اللي احنا كنا بنسميه المسافة بين الطبقة الساكنة والطبقة المتحركة. طيب بس دي بالملي، فهتتحول طبعا بالضرب في 10 أس سالب 3. فإذا علمت أن معامل لزوجة السائل 2.1، دي كنا بنسميها لو تفتكر إيتا في اس، إيتا فيسكوزيتي أو معامل اللزوجة، فإن القوة الممسية المؤثرة على اللوح البلاستيك تساوي كام؟ يعني الراجل عايز يحسب القوة. مسألة سهلة، أنت عارف قانون مفيش غيره في اللزوجة كلها، إن قوة تحريك أي طبقة لزجة بتساوي إيتا في اس في اي في مقسوم على دي. اف بتساوي ايتا في اس اي في على دي. ده كده القانون اللي احنا بنحل بيه، وبالتالي معامل اللزوجة معانا ايوه قيمته اهي، مساحة المقطع معانا قيمتها اهي، سرعة تحريك الطبقة معانا قيمتها اهي، البعد قيمته اهو. المسائل دي بتبقى سهلة جدا، بس بتحتاج حاجتين منك. رقم واحد تفسر المثال صح، تبقى عارف كل حد بالرموز لان انا هكتب المسألة بالعربي. رقم 2 تحول صح، ثم تجيب القانون الموضوع يخلص. طبعا الحل هيطلع 4 نيوتن، ممكن تجربها في البيت على الآلة، احنا حليناها قدامك اهي. ايتا في اس اي في على دي، كل الارقام دي هتعوض عنها، بس هتلاقي النتيجة النهائية قيمتها 4. السؤال رقم 5 هتلاحظ ان احنا ماشيين ما بنمسكش القلم كتير، لان الاسئلة نظرية اكتر، لان اللزوجة ملهاش رياضة غير في قانون واحد بس، فمسائلها مش كتير. عند انخفاض درجة حرارة سائل فإن معامل لزوجته يحصل له إيه؟ السؤال طبعا شهير جدا ومعروف، أكيد معامل اللزوجة هيزيد. دي إجابة مش هتفكر فيها ولازم تبقى عارفها كويس جدا. كلما انخفضت درجة حرارة السائل تزداد لزوجته، علاقة عكسية رسمي. وكلما ارتفعت درجة حرارة السائل تقل اللزوجة. اللزوجة علاقتها بالحرارة علاقة عكسية رسمي، فدي مش محتاجة طبعا ترجمة. السؤال رقم 7 مسألة رياضية. طبقة من سائل لزج سمك الطبقة 2.5 ملي، دي بتبقى الدي أو المسافة بتاعت السائل، وطبعا هتتضرب في 10 أس سالب 3 علشان نحولها من ملي متر لمتر. تغطي أرضية من السيراميك، يبقى في سيراميك والسائل ده عليه. إذا انزلق عليها، على السائل يعني، لوح مربع مساحته 1/10 متر مربع، دي مساحة اللوح اللي احنا هنزحلقه على الطبقة السائلة، ومش محتاجة تحويل للوحدة سليمة، بسرعة 5/10 متر كل ثانية. يبقى دي كده الفي أو السرعة اللي بيتحرك بيها اللوح. نتيجة تأثره بقوة ممسية 35 نيوتن، دي كده اللي هي قوة اللزوجة. على فكرة قوة اللزوجة دائما ما تكون قوة ممسية، قوة ممسية تعمل مماس. العمودية ما بتصنعش لزوجة، العمودية دي هتبقى في الضغط الترم التاني. بالمعطيات دي كلها هو عايز يحسب معامل اللزوجة يبقى بكام. طبعا انا عارف ان هو معامل اللزوجة ثابت، انا فاهم، بس هو هنا مش بيسألني سؤال نظري هيقل ولا يزيد، كنت هقول له ثابت. لا، هو بيقول لي هو بكام. طب يا مستر ما هو معامل اللزوجة ملوش قانون. انت بتتكلم صح، انا ما عنديش قانون لمعامل اللزوجة، بس بعرف احسبه من جوه قانون حساب قوة اللزوجة. قوة اللزوجة بتبقى ايتا في اس في حاصل ضرب اي في على دي، ده قانون القوة بتاعت اللزوجة، وده ما فيش غيره اصلا، واحنا بندرس اللزوجة ما خدناش غير ده. انت منه بقى لما بتقلبه، طبعا شهيرة جدا الصورة دي، بتحسب المعامل ازاي؟ بالمقص، بيبقى اف في دي على اي في، الاربع حاجات دول معاك بس خلاص. القوة موجودة، البعد بين الطبقتين او الطبقة الساكنة والمتحركة موجود، تحوله بس. المساحة والسرعة موجودين اهم. هتمسك آلة تحسبها بالحسبة الرياضية العادية، هتطلع نتيجتها 1.7 وتختارها من اختياراته بس. عشان كده بقول لك الجانب الرياضي في موضوع اللزوجة مش فخم بشكل يخض. تحسب بس الحسبة الرياضية قدامك، تلاقي النتيجة طلعت قدامك على طول، ما فيهاش أي أزمة. السؤال رقم 8 الكميات الفيزيائية الآتية ليس لها وحدة قياس ما عدا. بص، هو عامة لو اللي بيحط الامتحان يعني فاهم بيعمل ايه، المفروض ما فيش في الامتحان سؤال منفي، بس احنا جايبين السؤال من بنك المعرفة، هما كاتبينه كده رغم ان الصيغة مش سليمة. ما المفروض ما بنحط السؤال فيه نفي، يعني انا هنا مش عايز كمية ملهاش وحدة، ده انا عايز واحدة ليها وحدة. ما هو بص بيقول لك ايه، الكميات اللي قدامك دي كلها ملهاش وحدة قياس، ليس لها وحدة ما عدا،
يعني هو بيدور على اللي ليها وحده. ده ساعات بيلخبط الطالب، فالمفروض ما ننفيش الجمله، بس هنجاوب مفيش مشكله. معامل الانكسار طبعا ملوش وحده قياس. قوه التفريق اللوني ملهاش وحده قياس. معامل الانكسار النسبي ملوش وحده قياس. اما معامل اللزوجه اللي هو ايتا في اس هو الوحيد اللي ليه وحده قياس. وعلى فكره بقى ده ليه 3 وحدات مش وحده واحده، هنتكلم عنهم في سؤال جاي كمان شويه نعرف جم منين. هو ليه 3 وحدات كمان، عشان كده هنختار معامل اللزوجه. وعلى فكره منهج الترم الاول، انا بقول كلامي واضح اهو، منهج الترم الاول مفيش فيه كله حاجات ملهاش وحده قياس غير ال3 دول: معامل الانكسار المطلق والنسبي وقوه التفريق اللوني. دول بس اللي مالهمش وحده، اي حاجه تانية طبعا لها وحده قياس. وطبعا ما بيكونش ليهم وحده قياس لان هم قانون اسمه حاجه على نفس الحاجه، سرعه على سرعه، قوه على قوه، وهكذا. عشان كده ما بيكونش فيه وحده قياس اساسا. سؤال رقم 9، مقاومة السائل لحركة الأجسام ترجع إلى، يا ابني ده تعريف يا بابا، مقاومة السائل لحركة الأجسام بداخله بترجع إلى إيه؟ ما تدورش كتير، إلى اللزوجة بس، لأن ده أصلا تعريف اللزوجة. فبترجع المقاومة بتاعت السائل، يعني السائل هل هيقاوم الحركة فيه بصورة كبيرة ولا صغيرة؟ حسب إيه؟ حسب لزوجته. عشان كده سيادتك لو نزلت تعوم في مية مالحة ونزلت تعوم في مية عذبة بتلاقي في فرق. ايه الفرق جاي منين؟ اختلاف لزوجة السائل ده عن السائل ده، واختلاف كثافة ده عن ده، بس احنا لسه ما خدناش الكثافة فانا بتكلم عن اللزوجة بس. يعني سيادتك تخيل بمثال اسهل، انت نزلت تعوم في البحر وفي مرة تانية عملنا لك بانيو كده مثلا عسل، كله عسل، قلنا لك انزل اغطس فيه عوم فيه حب، مش هتعرف تتحرك، لزوجة عالية جدا فبيقاوم حركة الأجسام فيه. عشان كده مقاومة حركة الأجسام بتبقى راجعة للزوجة السائل. السؤال رقم 10، في السرعات الصغيرة نسبيا أو المتوسطة للسيارة تتناسب مقاومة الهواء الناتجة عن لزوجته تناسبا، وكتب لك اختيارات. بص على المغمض كده، في السرعات الصغيرة التناسب طردي مع سرعة السيارة، طبعا طردي مع السرعة، طردي مع السرعة رسمي، يعني مقاومة الهواء متناسبة مع مين؟ طرديا مع السرعة. يعني كل ما السرعة تزيد مقاومة الهواء هتزيد. بدليل اركب أي مشروع وافتح، او اي عربيه مش فارقه يعني، وافتح الشباك شويه والراجل بيجري في يوم شتاء، يوم يعني يكون فيه رياح او هواء، هتحس مش عارف تاخد نفسك، لان مقاومه الهواء بقت اكبر لانه بيتحرك بسرعه اكبر. يبقى كل ما سرعه السياره بتزيد مقاومه الهواء بتزيد. دي علاقه طرديه. بص بقى الحته الخبيثه اللي جايه، ده لو انت متحرك بسرعات صغيره او متوسطه. اما السرعه لو بقت عاليه قوي هيبقى في علاقه طرديه بس مش مع السرعه، مع مربع السرعه. الفكرة جاية منين؟ هي مش حاجة عليك في المنهج بس عشان تبقى فاهم. المفروض ان طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. فطاقة الحركة كل ما بتزيد السرعة بتزيد بعلاقة طردية بس عليها تربيع. لو السرعات صغيرة قيمة التربيع بتبقى عاملة فرق بس مش فرق كبير، مش زي ما تبقى السرعات كبيرة. اديك مثال، يعني لو انت متحرك بسرعة 2، تربيع ال2 كام؟ 4. ايوه، طب لو انت بقى متحرك بسرعه 10، تربيع ال10 كام؟ 100. شفت الفرق؟ شفت الاختلاف؟ في السرعات الصغيره عمل التربيع طبعا عامل في فرق بس مش فرق كبير، مش فرق واضح. انما في السرعات الكبيره الفرق بيكون كبير جدا. طبعا انا مديك برضو امثله بارقام صغيره، فانا عايزك تعرفها حتى ولو معلومه نظريه، لان هو المنهج ما تدخلش فيها بجانب رياضي، عشان تبقى فاهم. اي شيء متحرك مقاومه الهواء ليه بتزيد طرديا مع السرعه، طرديا مع السرعه، بس خلي بالك لو السرعه صغيره او متوسطه يبقى طردي مع السرعه بس، لو السرعه عاليه يبقى طردي مع مربع السرعه، مع مربع السرعه. اعرف المعلومتين كويس. سؤال رقم 13 ده كان موجود في مذكره الشرح، فطبعا انا ما شرحتوش في حصه الشرح وقلت لك هيتشرح في حصه المراجعه بتاعته، جبناه لك اهو. هو سؤال سهل ما فيهوش حاجه، بس عشان لو حد تايه فيه شويه او مستني لحد ما انا اشرحه ولسه ما ذاكروش. مثال بيقول لك ايه في رسمتين هنكبرهم دلوقتي بس نقرا الاول. الشكلان المقابلان اللي هم دول يوضحان سطحين مستويين اسمهم اكس وواي، هنا واي وهنا اكس على الرسم باين. كل منهما موضوع فوق طبقه من سائل، يعني هنا في سائل وهنا في سائل. إذا كانت القوة المؤثرة على السطح إكس، بص ده اللفظ ده مهم، تساوي القوة المؤثرة على السطح واي، يعني القوة اللي احنا ضربنا بيها السطح إكس مساوية للقوة اللي احنا ضربنا بيها السطح واي.
ومعامل لزوجة السائل اسفل السطح، فين احنا؟ احسب النسبة بين معامل لزوجة السائل اسفل اكس الى معامل لزوجة السائل اسفل واي. ده السؤال. طب احنا هنحل ازاي؟ بص يا ابني، هو عايز ايه؟ هو عايز النسبة بين معاملات اللزوجة. مبدئيا لو انت بتنسى القوانين هاتها من الاول. المفروض ان القوة بتاع تحريك اي طبقة لزجة ايتا في اس اي في على دي، ومنها لو انت عايز تجيب، انا ماشي بيك واحدة واحدة اهو، لو عايز تجيب معامل اللزوجة بالمقص الشهير يبقى اف دي على اي في. ده لو انت بتجيب معامل لزوجة سائل واحد. لا، هو مش عايز كده، هو بيقول لك هات لنا النسبة ما بين معامل اللزوجة على معامل اللزوجة بتاعة اكس على واي، السطح اكس على سطح واي. طيب معامل اللزوجة بتاع سطح اكس احسبه الاول، قانونه هيبقى ايه؟ اف دي على اي في. دول كلهم كده اللي يخصوا الاكس. ده القانون بتاع الحاجة اللي في البسط. المفروض اعمل كسر واحط القانون التاني في المقام بتاع الاف واي، بتاع الايتا في اس واي. طبعا قاعده معروفه جدا وانا سامعك بتقولها من غير ما انا اوريها لك. بدل ما هقسم هحول العمليه ضرب واشقلب الحدين عشان ما كلكعش المساله. طبعا يبقى هنا اي في على اف دي. انا قلبت القانون بتاع واي عشان بدل ما هي اسم احولها ضرب. طيب في معلومه انت لسه ما خدتش بالك منها، مش فاكرها. الراجل قال لك في وسط الكلام هناك اذا كانت القوه المؤثره على سطح اكس بتساوي القوه المؤثره على سطح واي، يعني قوه التاثير على اكس من البسط هنا تروح مع المقام اللي هنا. الباقي ده كله بقى ارقام موجوده على الرسم. فين على الرسم يا عم؟ تعالى اوريك. بص يا باشا، ادي اكس وادي واي اهي. الاكس هنا مثلا الاول بص عليها لوحدها اهي كبيره اهي. بص يا ابني، معاك مساحه الطبقه اكس ومعاك سرعه تحريك الطبقه اكس ومعاك الدي. معاك خلي بالك اهو A وفي ودي، A وفي ودي بتوع اكس. ولو جيت كده شويه بص، معاك الاي والفي والدي بتوع الواي. طب انت عشان تجيب النسبه مش محتاج غيرهم على فكره اهو. اشمعنى؟ بعد ما طيرنا الاف مع الاف انا محتاج الاي والفي والدي بتوع الاثنين. هجيب ارقام واعوض بيها بس خلاص. مساله سهله، بس هي الفكره تعمل ازاي قانون النسبه والتناسب. هتجيب الاي في دي الثلاث معطيات بتوع الاكس من على الرسم والتانيين بتوع الواي تضربهم في بعض هتوصل للنسبه. احنا مشينا هنا ومعاك في الحل اهو واحده واحده، ثم عوضنا بالارقام هتطلع النسبه 10 الى 1 او 10 يعني حسب ما هتكون مكتوبه في الاختيارات قدامك. طبعا مثال بسيط بس هو سنه خباثه شويه، انما انت لو فاهم بتعمل ايه الموضوع بسيط ان شاء الله. السؤال رقم 14 كان رسم بياني في مذكره الشرح. طبعا هو انت مش هترسم بيانيا كده كده، انت مش هترسم حاجه بايديك، انا هعلمك بس الرسمه جت منين ونجيب ازاي من على الرسمه المعلومات، عشان هو ممكن يعمل كده. هو ممكن يحط لك الرسمه جاهزه ويطلب من عليها حاجات. كنا زمان بنرسم احنا بايدينا الرسم في الامتحان، طبعا ده مش هيحصل بناء على انك بتمتحن على التابلت مش في ورق. السؤال بيقول لك ايه؟ الجدول التالي، في جدول احنا حاطينه لك هنا قدامك يوضح العلاقه ما بين سرعه سريان السائل ومساحه المقطع عند نقطه معينه في انبوب السريان. طيب دي كده المعلومات اللي معاك وبعدين ارسم العلاقة البيانية بين في على المحور الرأسي وواحد على ايه على المحور الأفقي. ادي أول خباثة. يعني هو عايزك ترسم له علاقة بيانية. ده لو فرضا ان احنا هنرسم يعني امشي ورايا للآخر بس. هنا السرعة وهنا مقلوب المساحة. هو عايزها كده. طب انا اعمل ايه يا مستر؟ بص يا باشا، انت معاك السرعة معاكش مقلوب المساحة، انت معاك المساحة. اعمل ايه؟ اقلبها كلها. اقلبها كلها. يعني دي تبقى 1 على 1 ودي تبقى 1 على 2 ودي 1 على 4 ودي 1 على 8 ودي 1 على 10 عشان اعرف اجيب مقلوب المساحة. ما هو انا مش هينفع ارسم بالمساحة، هو عايز نرسم بالمقلوب. فالجدول ارقامه كلها مساحات، اقلبها كلها. صعب ده؟ السرعة ملهاش دعوة، السرعة سليمة. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتعمل اللي انا عامله هنا. بص انا كل المساحات قلبتها. دي كده بص 1 على 1 بواحد، 1 على 2 بنص، قلبتهم كلهم. فانت بقى هترسم ما بين السرعة على الرأسي ومقلوب المساحة على الأفق. يبقى انت هتجهز ده لو انت هترسم طبعا، انا بس بفهمك العملية بتمشي ازاي. هتجهز الرسم البياني اهو
بتعمل محور صادي ومحور سين، تحط عليه ارقام. هنا ارقام تمثل السرعه، وهنا ارقام تمثل مقلوب المساحه. تعمل لها معيار او رسم او معيار بياني او معدل الرسم بيمشي باختلافات عامله ازاي اللي هو اسمه معيار الرسم. فبص هنا ارقام طالعه 40 20 10 5 4، فهتمشيها خمسات او عشرات، يا خمسات يا عشرات، يعني 10 20 30 40 يا 5 10 وهكذا. هنا مش هتحتاج تعمل كده، هنا هتمشي بنسبه الواحد من 10 عشان تعرف تجيب الارقام دي. فاحنا رسمنا لك الرسمه جاهزه اهي. ده يعتبر الجزء اللي مش هينفع تسال فيه السنه دي، مش هيقول لك ارسم. فاعتبر ان الرسمه احنا مدينها لك، اللي جاي بقى انا ينفع اساله لك. اول سؤال سالناه قلنا لك من الرسم اوجد، من الرسم اوجد سرعه السائل عند مساحه 5 سنتيمتر مربع او متر مربع. فين السؤال؟ عند مساحه 5 سنتيمتر مربع. طبعا هي المساحات كلها بالسنتيمتر المربع كده كده. طيب السؤال بقى انت محتاج تعمل ايه؟ انت عايز تعرف السرعه اللي بتصاحب المساحه ام 5. الخباثه فين؟ دي تيجي امتحانات بقى بالنسبه لك. انا مش راسم بالمساحه، انا راسم بمقلوب المساحه. طيب لو المساحه 5 يبقى مقلوبها خمس. والله العظيم المساحه 5 مقلوبها مش نص، خمس. والخمس يعني 2/10. يبقى انت هتيجي على الرسم هنا، هكبرها لك اهي الرسمه عشان لو مش باينه عندك. ركز لي مع المحور الافقي الاول. هتيجي عند ال2/10 اللي هي المفروض هنا، خلاص، وتشوف بقى، ما هي دي المساحه اللي هو عايزها. المساحه 5 فمقلوبها يبقى 2/10. شوف بقى، ما انت راسم الرسمه او هي جايه لك جاهزه، شوف بيصاحبها سرعه كام. ازاي؟ هتقوم طالع خابط الرسمه، مكان ما تخبط امشي لي افقي. هتلاقينا وقفنا هنا. هنا دي المفروض تطلع الرقم 8 مش 6، هي بس مرسومه المعدل مش مظبوط. 5/10 1/10 1.2/10، هي المفروض ال2/10 تبقى هنا اساسا. الرقم طبعا عشان الرسم ضيق مترحل، المفروض الرقم يبقى هنا. طبعا انت لو الرسمه جات لك هتبقى ارقى من كده، هو بس عشان المعيار ضيق عشان يبان لك على السبوره. دي المفروض 5/100 1/10 15/100، هنا ال2/10 بترتيب اهو. فالمفروض تطلع كده تلاقي نفسك جيت هنا بالظبط، فهتقف عند 8 بالظبط. يعني انت هتحل بمجرد النظر، دي مش مساله محتاجه ورقه وقلم. كده يبقى السرعه المصاحبه لمساحه 5 هنا عند ال2/10، لان انت راسم بمقلوب المساحه مش بالمساحه. صعب ده؟ في مطلوب تاني في المساله، قال لك هات لي معدل السريان الحجمي. طب وده احنا نجيبوه ازاي؟ بص يا باشا، انت راسم علاقه ما بين السرعه ومقلوب المساحه. السرعه ومقلوب المساحه تعرف تحسب الميل بتاعها. انت المفروض عارف ان الميل بيتجاب بالصادي على السيني، يعني الصادي على السيني اهو زي ما هو الصادي على السيني. كده المساحه في مقام المقام، ومقام المقام بتبقى بسط، يعني دي تبقى اي في. طب ما هو كده اي في لو انت مذاكر بربع جنيه كان اسمه معدل السريان الحجمي. يعني كده معناها ان انا لو حسبت الميل الرياضي هيبقى هو المعدل الحجمي. طب ما انا بعرف احسب الميل بقسمة فرق الصادات على فرق السينات. يبقى تاخد اي رقمين من على الصادي وتطرحهم من بعض، ورقمينهم من على السين وتطرحهم من بعض. بمجرد ما هتحسب الميل هيبقى هو المعدل بتاع السريان الحجمي. احنا حاسبينه لك هنا اهو، المعدل بتاع السريان الحجمي بمجرد حساب الميل بس. 20 ناقص 10 على طبعا 5/10 ناقص 25%. بس بص، واحنا بنجيب فرق السينات ضربنا في 10 أس سالب 4. دي 10 أس سالب 4. ليه؟ لأن المساحات دي عندك في المسألة مقدرة بالسنتيمتر المربع، وأنا لازم أحولها متر مربع عشان أعرف أجيب الوحدة النهائية هنا متر مكعب كل ثانية اللي هي بتاعت معدل السريان الحجمي. يبقى هو المثال مش صعب، وهو يعني للأمانة مش متوقع بشكل كبير للامتحانات. احنا بندربك عليه تحسبا لحاجة شبه دي، إنما هو ما فيهوش أفكار عليا بشكل كبير. خليك عارفه تحسبا لأي شيء. أنا بس عايزك تبقى فاهم أنت مش هترسم بإيديك. أنا جايب المثال أعلمك ترسم إزاي، يعني احتياطي وكل حاجة، إنما كامتحان مش هترسم حاجة بإيديك. أقصى حاجة هيجيب لك الرسمة وتطلع بس من عليها البيانات. سؤال رقم 15: يتميز الكحول بأنه ذات لزوجة نقط بالنسبة للجليسرين. الجليسرين مادة شبيهة بالجل مكلكعة،
يعني لزوجتها عاليه، يبقى الكحول بالنسبه لها اكيد لزوجته ماله صغير، يبقى الكحول يتميز بالزوجه اصغر من الجليسرين. طبعا هي معلومه ما اتدرستش في المنهج كمنهج، بس هي حاجه حياتيه، وانا جايب السؤال لانه في بنك المعرفه مكتوب معتمد على الحياه العامه مش من غير ما تدرس المواد ذات نفسها. سؤال رقم 16 برضه في بنك المعرفه. تعتمد خاصيه اللزوجه لسائل ما على قوى نقط بين الطبقات. هي اللزوجه دي بتبقى قوى الايه؟ قوى التلاصق او قوى الاحتكاك، عشان تبقى فاهم. الاحتكاك طبعا لفظ سليم، ولو كتب مكانها قوى التلاصق صح، جاي من التلزيق. قوى التلاصق تتسمى بالاسمين طبعا بشكل سليم عادي، يبقى تتسمى قوى التلاصق او قوى الاحتكاك. طبعا حسب ما هيكتب في الاختيارات، اللزوجه تمثل قوه احتكاك او قوه تلزيق، قوه تلاصق. طيب رقم 18. هناك العديد من التطبيقات الحياتيه تعتمد على خاصيه اللزوجه، خدناها طبعا في وقت الشرح، ومنها قياس سرعه ترسيب الدم. هل ده كلام سليم؟ ده سؤال صح ولا غلط؟ احنا جايبينه من بنك المعرفه. طبعا الاجابه صحيحه. كنا بنعرف سرعه ترسيب الدم، وكنا بنعرف نصنف او يعني نكشف على بعض الامراض من سرعه ترسيب الدم كخاصيه او تطبيق مباشر للزوجه، يعني المعلومه سليمه. سؤال رقم 19. هكبر الشاشه شويه علشان لو الخط صغير حبه لان الكتابه كتير. من بنك المعرفه. وضعت طبقتان رقيقتان متساويتان في المساحه. ادي اول معلومه، الطبقتين اللي معاك ليهم نفس المساحه والسمك، من نوعي زيت مختلفين. حلو السؤال ده، هو طويل على الفاضي على فكره. مختلفي اللون، يعني جبنا زيتين غير بعض حطيناهم على مساحه واحده. الزيت حطيناه على الطبقه المركزيه في نص المساحه. هوريك الرسمه انا راسمها بس اصبر اما اكمل قرايه. على المنطقه المركزيه من السطح العلوي للقرصين الصلبين كما هو موضح بالشكل. هوريك الرسمه دلوقتي. يدور القرصان بعد ذلك بسرعه زاويه متساويه. كلمه سرعه زاويه دي احنا هنحتاجها في سنه ثالثه، هي ملهاش دراسه عندنا في اولى وثانيه. السرعه الزاويه يعني السرعه المصحوبه بزاويه، السرعه اللي مع الحركه الدائريه. احنا كنا بناخد سرعه في سنه اولى، دي اسمها السرعه الخطيه، اللي هي السرعه في خط مستقيم، اللي هي اسمها في. اما دي نوع من السرعه بتصاحب الاجسام المتحركه حركه دائريه، فبيبقى نطقها السليم السرعه الزاويه. السرعه الزاويه، وبتاخد رمز لاتيني اسمه اوميجا، هنبقى نشوف الكلام ده في وقتها. ينتشر الزيت على سطح القرصين نوعا ما. فبيقول لك بقى ايه؟ اي نوع للزيت له نفس نوعين الزيت قصدي لهما نفس الكثافه، ولكن لزوجتهم مختلفه. اي زيت لزوجته اعلى. الكتابه كتير قوي والرغي كتير رغم ان السؤال سهل، انت بتتخض بس من الكلام. الرسمه بتبين كل حاجه. بص يا باشا، مبدئيا دول القرصين الصلبين. بص انا رسمهم مرتين، ركز مع اللي فوق الاول. القرصين كانوا كده، قرصين محطوط عليهم زيتين مختلفين، في واحد عليها زيت برتقاني وواحد عليها زيت اصفر، لونين غير بعض وخلاص. القرصين دول حطينا الزيت بتاعهم بنفس الكميه عند المركز، خلاص كده. ثم دورنا الاثنين. بص انا هنا بقى رسمهم لك وهم بيدوروا. فالشكل، هو السؤال مرسوم في بنك المعرفه مش انا اللي رسمه، الرسمه هي اللي هتدل على كل حاجه. فالقرصين هيلفوا كده هم. قول لي بقى مين من دول اللي الزوجه بتاعته اعلى؟ مستر فين المعلومات؟ فين؟ هحل بناء على ايه؟ على الشكل. السائل اللي فوق ده اللي هو البرتقاني ده عنده لزوجه اعلى، وده لزوجته اقل. مستر وانت عرفت منين؟ باينه. السائل الاصفر شايف اتفرش ازاي؟ شايف مع الدوران خد مساحه اكبر ازاي؟ كونه اتفرش الفرشه دي يعني حركته سلسه، وطالما حركته سهله يبقى مش ملزق في بعضه، يعني اللزوجه قليله. بص السائل البرتقاني خد مساحه اكبر، هم في الاول كانوا نفس المساحه، مع الدوران بدات المساحه تكبر، اتفرشوا حب. بس بص دي فرشته عامله ازاي وده عامل ازاي. طبيعي اللي بيتحرك اسهل، اللي بيتحرك بسرعه اكبر، اللي بيغطي مساحه اكبر يبقى لزوجته اقل مش ملزق. فاكيد بمجرد النظر القرص اللي عنده السائل البرتقاني لزوجته اعلى. هو السؤال في بنك المعرفه بالرسم بس كده، يعني الرسمه دي في السؤال مش انا اللي راسمها، وتحتها الاختيارات. فاحنا اخترنا الاختيار الف، طبعا الزيت البرتقاني لزوجته اعلى، عشان زي ما انت شفت ما خدش مساحه كبيره، فده معناها ان حركته بطيئه ضعيفه عشان ملزق في نفسه.
يا رب تكون فهمت السؤال كويس. مرشح للسؤال رقم 20 من بنك المعرفة. يتحرك جسم في سائل منخفض اللزوجة. يتحرك جسم في سائل منخفض اللزوجة قليلة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى سائل آخر أعلى لزوجة، يعني دخل من مية مثلا على عسل، من حتة سهلة لحتة صعبة في الحركة. ماذا يحدث لسرعة الجسم علما بأنه يتحرك تحت تأثير قوة ثابتة في الحالتين؟ يعني القوة اللي أثرت عليه هنا هي اللي أثرت عليه هنا. قول لي سرعة الجسم يحصل لها إيه؟ هو راح من اللي فين؟ من لزوجة أقل للزوجة أعلى، يعني كان ماشي براحته وبعدين اتزنق عشان الدنيا بقت لزجة. ده معناها إن أكيد السرعة حصل لها إيه؟ بقت أقل. مش محتاجة عبقرية، تقل السرعة. أسئلة اللزوجة لو جبتها من أي مكان هتلاقي معظمها نظري. الرياضة هنا قليلة جدا، إحنا لا نمتلك في اللزوجة إلا قانون طبقا لمنهجك طبعا، فبالتالي الموضوع معظمه نظري ومتسيطر عليه كويس لو أنت مذاكر وفاهم حبة معلومات مش أكتر. سؤال 21. أي العبارات الآتية هنشوفها لسه في سلايد تانية تفسر لماذا يكون تصميم السفينة اللي في ألف أفضل من التصميم اللي في ب؟ طبعا هوريك الرسمة عشان نعرف نتناقش من عليها. الرسمة اهي، هكبر لك السفينتين اهم. هو المعنى بتاع الرسمة، هو السؤال في بنك المعرفة مرسوم كده. دي سفينة ودي سفينة. المية اهي، الجزء اللي اسفل البحر او اسفل المية قد بعض في الحالتين. هو كاتب الكلام ده على فكرة في السؤال، بس في حالة السفينة معمول القاعدة بتاعتها على شكل مستطيل بالشكل ده، وفي حالة معمولة على شكل مقعر بالشكل ده. فبيقول لك انهي تصميم هو اللي صح؟ السفينه شكلها انهي اللي صح؟ هو طبعا الف. هتقول لي انا بشوف في الماكس كده وفي ابو قير وفي بحري المراكب بتبقى مقوسه من تحت، هي الف باينه قوي. ايوه، ولماذا بقى؟ هو السؤال بيقول لك مين ولماذا. سيادتك كل ما مساحه المقطع بتقل كل ما تحريك الطبقه السائله بيبقى اسهل. مش علاقه المساحه بالطبقه بتبقى علاقه عكسيه قوه التحريك. طيب احنا ليه بنصنع السفينه بالشكل ده؟ علشان وهي ماشيه في الميه احتكاكها بالسائل يبقى اقل، فاعرف احركها بصوره اسهل. اما انت لو عامل القاعده بالشكل ده كله، طب امشي بقى احتك انت بقى من كل الاماكن دي، امشي احتك بقى بالسائل. فانت كده طبعا بتصعب جدا حركه السفينه. على فكره عشان برضه ما اكونش كداب، اللي انا قلته صح، بس ده سبب من اسباب عمل المركب كده. في اسباب اخرى خاصه بقاعده لعالم شهير جدا ارشميدس، هنتكلم عنها في الترم الثاني، حاجه تخص الكثافه. انما لو بتتكلم على موضوع اللزوجه، عشان بس في كذا سبب، فده السبب الخاص باللزوجه عشان تبقى فاهم. بنعمل السفينه كده علشان تبقى احتكاكها بالسائل باقل مساحه ممكنه، فيسهل تحريك السفينه، ما نحتاجش قوه كبيره واحنا بنحركها. السؤال 22 كان متكرر، سؤال شبيه بيه في اول الحصه فطبعا حذفناه. السؤال رقم 23 من بنك المعرفة. السؤال بيقول لك تزداد سرعة الجزيئات تدريجيا كلما اتجهنا لأعلى طبقة السطح. يعني ايه؟ يعني لو سيادتك عندك هنا الطبقة الساكنة وهنا الطبقة المتحركة، كلما اتجهنا لأعلى واحنا طالعين لفوق نحو السطح، هل السرعة بتزيد ولا بتقل؟ طبعا السرعة بتزيد، إجابة سليمة 100%. اتفقنا ان الطبقات اللي تحت ده ليه؟ عشان عليها ضغط كبير من اللي فوقيها، فالطبقة كل ما بتكون تحت هنا تحريكها بيبقى أصعب، فبتبقى سرعتها هنا السرعة أقل. كل ما أطلع لفوق بيبقى الحركة أسهل، يعني بتبقى السرعة أكبر. بدليل قلت لك قبل كده، أما تكون في البحر وعايز ترخم على حد بالمية فبتعمل بإيديك كده وبترش عليه. أي إنسان بيفهم بيعمل إيديه على سطح المية من هنا، محدش بينزل يغرف من تحت عشان تحريك الطبقة اللي تحت صعب. فكل ما بتبقى الطبقة قرب السطح فوق بيبقى تحريكها اسهل وسرعتها اكبر، عشان كده الاجابه سليمه طبعا. تقول له صح مش غلط، هو سؤال صح ولا غلط؟ السؤال رقم 25 هو بيتكلم عن رسمه معينه، ودي السؤال اللي هيتسال عن الرسمه. فين الرسمه الاول؟ الرسمه اهي. هو بيقول لك ايه عشان اختصر لك الكلام؟ في سائلين بيجروا هنا وهنا، السائل بيجري، هكبر لك الرسمه دلوقتي. في عائق اللي هو الاسود ده، هنا في عائق وهنا في عائق. السائلين دول مش من نفس الماده، فبيقول لك من على الرسم بس تعرف تقول لي مين لزوجته اعلى ومين لزوجته اقل. نكبر الرسمه عشان تفهم هو راسم بناء على ايه. بص يا ابني، اظن كده واضحه عندك. بص يا باشا، هو يقصد ايه؟ في سائل اسمه الف وسائل اسمه ب.
احنا ماشيين كده فالعائق ده بيقابلنا ثم نتحرك بعديه، بنعدي العائق ونكمل. لو لاحظت هنا حصل تيارات دواميه، يعني بعد ما عدينا العائق في دوامات اهي. هنا ما حصلش اعاقه او ما حصلش تيارات دواميه. التيارات الدواميه دي بقى احنا خدناها في السريان، كانت بتيجي من السريان المضطرب، صح؟ والسريان علشان يكون مضطرب ما تنساش، ما هو الكلام بيكون مرتبط ببعضه. السريان المضطرب بينشأ امتى يا محترمين؟ السريان المضطرب بينشأ في حالة ان تبقى سرعة السائل مالها عالية. مش كان في سريان هادئ وسريان مضطرب، المضطرب مع السرعات العالية، كن ده عمل تيارات دوامية يبقى كان السائل بيجري بسرعة، فلما جاي يعدي العائق عمل بعدها دوامات. بص هنا ما حصلش حاجة، ده معناها ان السائل ده يسير ببطء، ببطء، لانه ما عملش في الاخر تيارات دواميه. وكل ما عملش تيارات دواميه يعني السرعه بتاعته مالها اقل. ايوه، ايه علاقه ده باللزوجه؟ ده سؤال غبي. ما هو طالما بيمشي بسرعه قليله ده معناها انه سائل مكلكع ولزوجته عاليه. انما كون السائل عرف يجري بسرعه كبيره ده معناها ان اللزوجه بتاعته مالها لزوجه اقل. يبقى ايهما اعلى لزوجه؟ السائل الف، لانه لزوجته اعلى، لانه بيمشي بسرعه قليله. الدليل انه ما عملش تيارات دواميه، ما عملش دوامات، ما عملش شكل الدوامات. طيب اما هنا لان في تيارات دواميه في الميه او في سوائل او في يعني دوامات في الميه فيما معناه، فده بيخلي اللزوجه بتاعته اكيد اقل لان سرعته اكيد اعلى. اسئله الرسم مهمه عشان انت بتتخضع على الفاضي رغم ان السؤال عبيط، وكاتبين لك طبعا تفسير الاجابه كامله هنا، ناقص بس كام سؤال مقالي والحصه هتخلص. السؤال الاول: تتواجد النباتات المائية غالبا قرب الشاطئ، فسر ليه يا ابني. عشان لو البحر كده بتلاحظ دايما المية في الأول بتبقى واطية وبعدين بتبدأ البحر يعلى. مش الإنسان الطبيعي لما بيجي ينزل المية انت اهو الأول بتلاقي رجلك اتبلت وبعدين وسطك وبعدين جسمك وبعدين بتغرق، فالمية بيكون تسلسلها كده. ليه بقى هنا بيبقى في نباتات مائية وهنا مفيش؟ عشان سيادتك بص سمك المية هنا قد ايه وبص سمك الميه هنا قد ايه. ايه المشكله برضو؟ مش فاهم. هي مش قوه اللزوجه بتبقى ايتا في اس اي في على دي؟ يبقى علاقه القوه بالبعد او المسافه علاقه ايه؟ عكسيه، صح كده؟ طيب ده معناه ايه؟ ده معناه حضرتك لو جيت تقلب بقى القانون عشان تشوف علاقه السرعه بالبعد، لو قلبت القانون وعملت مقص هتلاقي الدي في الاف بتساوي ايه؟ ايتا في اس في اي في. المقام طلعته بسط بس ليه؟ عايز اوريها لك كده. بص علاقه الدي بالفي علاقه طرديه، يبقى كل ما بتكون طبقه السائل اصغر السائل بيمشي بسرعات اقل، فاجتزاع النبات من مكانه مش سهل. ليه؟ ما هو السائل كل ما يجري بسرعه كبيره هيشيل النبات في سكته. فعشان كده النباتات لما بتيجي تنمو بتلاقيها بتنمو في الاماكن حتى لو في النهر او كده على الاطراف، في الحته اللي فيها السائل بتبقى سمكه صغير. هنا النبات يقدر ينمو لان الميه بتعدي عليه بس مش بالسرعه اللي تقوم جرفاه او شايلاه في سكتها. عشان كده تفسير الاجابه كامل مكتوب عندك طبعا، العلاقه مع القوه عكسيه ومع السرعه طرديه. السؤال الثاني سؤال خبيث شويه: وضح لماذا يلزم تغيير نوع الزيت المستخدم لمحرك السياره شتاء لما يخش فصل الصيف. يعني انت المفروض لما تيجي تخش على فصل الصيف بتغير الزيت اللي في السياره، زيت الموتور. ليه؟ حضرتك انت داخل على الصيف، والصيف يعني حراره ايه؟ حراره عاليه. ولما تبقى الحراره عاليه يعني المفروض اللزوجه تبقى ايه؟ لزوجه اقل. فده بيخلي اجزاء المحرك اللي جوه المفروض احنا بنحط طبقات يعني سائل لزج ليه؟ عشان لما تيجي التروس تحتك الماده اللزجه تطري العمليه بتاعه الاحتكاك شويه تخليها اقل. فاحنا لما بنغير الزيت بنستفيد ايه؟ بنحط سائل جديد تبقى لزوجته عاليه مره تانية، لان السائل طبعا مع استخدامه بيسخن اكتر فده بيخلي لزوجته تقل. عشان كده بص الاجابه احنا كاتبين ايه؟ لانقاص كميه الحراره الناتجه من الاحتكاك. ما احنا هنبقى في الحر كده كده، فعشان نقلل كميه الحراره الناتجه من الاحتكاك عشان الاله تحافظ على عمرها اطول فتره ممكنه يفضل تغير الزيت ده وانت داخل على الصيف. اما انت لو في صيف داخل على شتاء ده زي الفل جميل. في الشتاء كده كده الاحتكاك بيبقى ضعيف لان الدنيا برد فالماده اللزجه مكلكعه كويس، فده ما بيضرش العربيه. الضرر يحصل لما الماده اللزجه لزوجتها تقل، يبقى من دخول فصل الشتاء لفصل الصيف مش العكس. السؤال
الثالث، يشعر كلها نفس الإجابة والله، يشعر سكان الأدوار العليا بسرعة الرياح أكثر من سكان الأدوار السفلى. فسر ذلك. اللي بيعيشوا في الدور العاشر ل 12 ل 15 وقت الشتا تسمع بقى فو وي وبتاع، ده صوتها جامد قوي. اللي عايشين في الدور الأول والثاني، اللي ماشي في الشارع مش بيحس بنفس قوة الرياح دي. ليه؟ عشان سيادتك لو دي الأرض ودي العمارة، طبقات الهواء اللي هنا قريبة من الأرض، يعني قريبة من الطبقة الساكنة، فسرعة الرياح هنا قليلة. ليه؟ هرجع أقول لك تاني، طالما القوة حاصل ضرب إيتا في اس اي في على دي، لما بنعمل مقص فده بيخلي اف دي تساوي إيتا في اس في اي في، فده بيخلي علاقة الدي بالفي علاقة طردية. فعشان كده واحنا قريبين من الأرض كده سرعة الرياح مش كبيرة. اطلع بقى فوق بتبقى طبقة الهواء اللي هنا بعيدة شوية عن الأرض، فده بيخلي سرعتها أكبر، فبيشعر بها السكان في الأدوار العليا بشكل أكبر. نفس التفسير بتاع سؤال النباتات بالظبط، ما فرقش حاجة. السؤال الرابع والأخير، العسل الأبيض عسل النحل يكون أكثر انسيابية في الصيف عنه في الشتاء. قاعدة معروفة جدا. العسل بتاع عسل النحلة أو أي عسل بشكل عام أو أي مادة لزجة بشكل عام، وإحنا في فصل الصيف لزوجتها أقل. أيوة، عشان الحرارة أعلى. كل ما الحرارة بتزيد كل ما درجة اللزوجة بتقل. فطبعا العسل الأبيض لو في التلاجة وطلعته بره، لو نقلته من السعودية مثلا أو من روسيا راح السعودية، من أي جو بارد لجو دافئ اللزوجة تقل، والعكس صحيح. منطقة اللزوجة أسئلتها مش صعبة، وكده كده إن شاء الله لو أنت مذاكرها هتحل بأسئلة كتيرة جدا من دون ما تعاني في حاجة. أتمنى تكونوا استفدتوا الترم ده باللي انتوا شفتوه على مدار الترم كامل. اتمنى ان شاء الله ما نكونش قصرنا معاكم في حاجه، وعلى قد استطاعتنا ساعدناكم، وباذن الله نشوفكم في اقرب فرصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.